ظهر يدنو إليها وياهم بويا يون قلبه ودمع عيني يا ابويا، يون قلبه ودمع عينه وياهم، وكل يوم الامر جايب وياهم وياهم مش حلاها كانت القعدة ابويا ابويا، ايش حلاها يا ابويا، ايش حلاها كانت القعدة وياهم، مشوا ديارهم ظلت خلي يا ابويا. يا والنهيب الهوى شملوا قلبي. الابيات للشاعر كرار الحوفي. الهوى شمام قلبه والنهيبه ويا ابويا، كنت خيمه علينا يا ابويا، والنهيبة المصيبة هاي جتنا، المصيبة هاي جتنا، والنهيبة بيوم البعدة ترسمك عليا. أنا سدا رايب بغيابك وفكراي، العمر عبالي سالم تبقى وياي يا أبويا. ترى من تروح عيب بحسب الهواي، عمت عيني خذاك النجف دربه، وابنك يرحت مالهم قلب ابويا، وابنك ابنك يرحت مالهم قلبه، اظل من غير ابو، اظل من غير والد هاي صعب ابويا. أنا على فراقك دليل ما معلمي، وصبح فرقاك بالدلال لجمه، تشوف الحايل بويا، تشوف الحال ردنا تمر علينا، وهاي ارواحنا لا مو زينه بويا، بويا كل ساعه ونشدنا لابوينا، ترى حرث الباب صار نروح صوبه، وبس البج بحرثه دروبه، بويا نوبه نقول جانا وراح نوبه، انا شبيدي 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 على ابوي الضيع على ابوي، اي والله. الابيات للشاعر هذا كريم الزيداوي يقول: كون اهل النجف، يكون اهل النجف ليلة يمرون وينشفون من دموع العيون،
يا ابويا حنينا على وجوه اللي يحنون. يا اهل الرحم ليه ما تبينون يا ابن امي. بعد الفاقد اخوها، الفاقد عزيز والله، شو يقول؟ يدخل البيت يشوف الدار ظلمه يا ناس. يا داير يا دار هن الموش حلوة ما بيجهنه للمروة. راحت هلج سوت البلوى طول الليل خلتنا نتلوى. يا ابويا انا شبيد شبيد اي علي مضيع الابو. اخ بطار الفاقده الكم نعينه وطروش ما من كم تجينا اخويا. حفرنا الخدود بقد بجينا يا اهل المروه يا اهل المقبره والله نعمين ابويا. جيرانك على ذاك هلا البترابك غفا وكلهم محن. ترى من فراق كم والله تعبنا. راحوا وبعد شيردهم لنا يا ابويا يا ابويا. محنا مشوا اهل صفا خال محنا وكثير افراح من رحتم. محنا انا طبل الدار ما بيها الطوب للدار ما بيها محلة. بيا مشيان ابوي وغاب ضيع بيا مشيان ابوي وغاب والله غاب ضيع. إنا لله وإنا إليه راجعون. زين ليش ما قال الدين عند الله التشيع مثلا أو المذهب الجعفري أو اتباع علي بن أبي طالب مثلا؟ يعني قال إن الدين عند الله الإسلام.
عندنا أمة محمد صلى الله عليه وآله، عندنا هذه الآية أحبتي محط ارتباك الكثير من العقول. بقدر ارتباك بعض العقول فهناك عقول أيضا مشتركة في الحديث أو في التفسير أو في التأويل، عقول أخرى منفردة في تأويل ما أو في تفسير ما. باختصار جنابك الكريم لما تطلع على هذه الآية، هو الذي يعني الله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى. من رسوله؟ محمد صلى الله عليه وآله، أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى زين ودين الحق. هسه ماكو مشكلة لحد الآن. ليظهره، هذه العبارة ليظهره على الدين كله، أي اللام اللي قبل يظهره، ليظهره أي لام سببية. يعني ليش الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وآله؟ مثلا أنا بعثتك، عفوا من جناب الكريم، واحد يقول لك مثلا بعثتك لكي تفعل كذا، هاي لام سببية، يعني بعثتك حتى تصلح ما بين شخصين، ما بين عشيرتين مثلا. فالله تبارك وتعالى شنو قال؟ أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله. زين نسولف سوالف عرب، نقول ليظهره على الدين كله. هل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظهر على الدين كله؟ هسه الله سبحانه وتعالى أرسل محمد بالهدى، نعم، أرسله بدين الحق، نعم، لكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. زين هسه احنا نعرف انه القرآن يعني مو دائما يعني طبق في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتهى القرآن ما يشتغل، لا بالعكس حجي، ترى شباب القرآن يعمل من زمن رسول الله مرورا بهاي الحقوبات التاريخية إلى هذا الزمان، إلى هذا الزمان. زين هو الدين شنو يقصد بالدين؟ الدين مو دين الدين الخاص بأمة محمد صلى الله عليه وآله. فكرك وياي؟ الدين واحد، إن الدين عند الله شنو؟ الإسلام. زين ليش ما قال الدين عند الله التشيع مثلا أو المذهب الجعفري أو اتباع علي بن أبي طالب مثلا؟ يعني قال إن الدين عند الله الإسلام. عندنا أمة محمد صلى الله عليه وآله، عندنا الدين المسيحي أمة عيسى، عندنا أمة موسى ربع التوراة اللي هم الآن يدعون اليهودية والكذا. زين عندنا الصابئة عندهم أفعالهم الخاصة، عندنا كذا كثير من المذاهب وكثير من الأديان. كل هذول كلهم الله سبحانه وتعالى جعلهم في دين واحد. هذا الدين هو اسمه الدين الإسلامي. لأن الشغلات اللي جاي يسووها الآن ترى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. يعني القوانين اللي اجى بها عيسى هي نفس القوانين اللي اجى بها موسى قبله، ونفس اللي اجى بها إبراهيم، ونفس اللي اجى بها إلى آدم، وهن نفسية وين ادخروه للمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نفس يعني ماكو مثلا امرأة متبرجة، يعني عادي طبيعي جدا، مرة تطلع شعرها كذا، تخلي مكياج ما ادري شنو، تطلع قدام الأجانب. هاي وين هاي موجودة؟ احنا عند الشيعة وعند المسلمين حرام، بينما عند المسيح حلال. هاي شنو هاي؟ وين هاي؟ هاي ما موجودة أصلا. الخمر مثلا عندنا حرام، هم عندهم حلال. هاي شنو هاي؟ يعني هاي هم يخلوها اخواني، هم خلوها، هذا هم يخلون يسوون فد مائدة أجلكم الله
يسوون فد مائدة يسمونها مائدة الرب، هم يسمونها، يخلون عليها ابطالة مال خمورة جلك الله وكذا، وهذه شنو هاي كل راس سنة يعني. شوف شلون هم عندهم الخمر حلال يعني، واحنا عندنا زين، احنا ديننا واحد هم دينهم واحد، زين وربهم منو؟ الله، ربنا منو؟ ان شاء الله. ليش محلل عليهم ومحرم علينا؟ صح لو مو صح؟ اذا لو احنا ديننا خطا لو هم دينهم خطا، واحد من عندهم. صحيح. الادله اللي في كتب موسى وعيسى ومحمد والالواح وابراهيم والى اخره الى ادم سلام الله عليه، الادله كلها قالت ترى الدين الاسلامي هو دين محمد لذكره الصلوات. اللهم صل على محمد. هسه حاجه شو لا حاره لا بارده، ما تصلون على محمد، شنو السالفه؟ صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على. انا ادري بيكم يعني انتم مو بالكم مو وياي، لا انتم جاي تتفكرون بكلامي، مو صحيح؟ اذا صحيح صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. زين زين، فارجع الموضوع. اذن محمد جاب وضع الدين كله. هسه منو اللي مطبق الدين؟ بس أمة محمد. أمة عيسى مطبقين الدين؟ ما مطبق. أمة موسى اليهود ما مطبقين. إذن شنو؟ لحد الآن دين محمد لم يكتمل. هو قال لا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقول هاي الآية لم تطبق إلا عند ظهور القائم سلام الله تعالى عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إيش وقت يظهره على الدين كله؟ عندما يخرج الإمام الحجة المنتظر روحي له الفداء. شوف عندما يخرج الإمام سلام الله عليه. زين هسه خوش حجي، يعني الإمام المهدي سلام الله عليه يجيب لنا دين جديد؟ ما يجيب دين جديد يعني. هذا القرآن مثلا، هذا القرآن نفسه يعني، هذا القرآن نفسه بس يصحح كثير من المفاهيم الموجودة بالقرآن. أنا وأنت وغيرنا فاهمين أمور كثيرة بالقرآن حسب ما نقل إلينا. احنا شوفوا مو علماء، احنا علماء دارسين حوزة مثلا مثل المفيد وكذا وكذا، واصلين لهاي المرتبة. جلنا الآن، جلنا اللي واصل حوزة دارس حوزة بالموجودين الآن، بالموجودين يعني جزء دارس مقدمات، دارس فد 10 سنوات، فد 15 سنة يعني. شوف واصل بعد خارج، لكنه لم يصل لحد الآن إلى آية الله العظمى. شوف، وحتى عندنا علماء يعني هو آية الله العظمى، ولكن هو شنو؟ هو ماشي بالمفاهيم القديمة. فالإمام المهدي سلام الله عليه عندما يخرج وما يجيب لنا قرآن جديد، هو نفس القرآن، ولكن شنو؟ مفاهيم جديدة أخواني. فخاف تتفاجأ يعني وتسمع يعني أنه الإمام الحجة سلام الله عليه، خاف يصير عندك شكوك فد يوم من الأيام عند خروج الإمام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنا وياك إن شاء الله بقلوب صافية بعقول واعية أن يبلغنا جميعا هذه اللحظة، لحظة ظهور الإمام سلام الله عليه. خاف أمنا بالإمام 99%، بقت شنو نقطة واحدة أو رقم واحد حتى نصير 100%. وإذا بالإمام يطلع لنا بشغلة جديدة بالقرآن ترجع 99% تنخفض، تصير ايش قد؟ تصير 20% أو 10%، يرجع مستوى إيماننا ينخفض. هاي مشكلة. فكون ندير بالنا أخوان، كون ندير بالنا. على كل حال فالإمام شنو يحتاج؟ يحتاج الإمام سلام الله تعالى عليه، حتى أختم إن شاء الله، يحتاج إلى قوم، إلى أصحاب واعين عندهم دراية، مو عندهم دراسة. مرات الدراسة بتضر، مرات يعني مو فقط دراسة، اكو شنو بالدراسة احنا وحدها يعني. اكو دراسة ودراية، اكو واحد يدرس ويعي ما يدرس، اكو واحد يدرس يعني يدرس ويعبر، ولعله يكون هو عدو للإمام الحجة سلام الله عليه. فيحتاج الإمام المهدي سلام الله عليه إلى أصحاب عندهم وعي، عندهم وعي وعندهم تضحية.
إحنا بذكر الإمام الصادق حتى نختم سلام الله عليه. هي أكو فد مقولة حجي شباب إخوان، المقولة كأنه علمية أكاديمية كذا. المقولة يقولون عنها وحدة هدف وتعدد أدوار. وحدة هدف وتعدد أدوار. يعني مثلا الإمام المهدي سلام الله عليه هدفه الإصلاح، كهدف العسكري، كهدف الهادي، كهدف الجواد، كهدف الرضا، كهدف الكاظم، كهدف الصادق، كهدف الباقر، كهدف السجاد، كهدف الحسين، كهدف الحسن، ومثل هدف علي، وكهدف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي تصاعديا. فهم كلهم هدف واحد، ورسول الله هدفه كهدف إبراهيم سلام الله عليه، وإبراهيم هدفه إلى زين، هدف واحد. فيوم من الأيام اجوا جماعة من إيران، هاي الرواية وأختم إن شاء الله. جماعة من إيران، من بينهم واحد اسمه سهل، أو عفوا الحسن ابن سهل الخراساني، قاعد يم الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله أكرمكم الله، إن عندكم حق، أنتم الخلافة إلكم آل بيت محمد، زين فكرك وياي، إن عندكم حق، فلماذا لا تخرجوا لأخذ حقكم؟ وليش ما تطلعون؟ هسه الحادثة بما نتذكرك. رحم الله علماءنا جميعا، أعلى الله مقامهم، الشهيد محمد صادق الصدر، لما اجا واحد وقال له مولانا ليش ما تعلن الثورة أو الجهاد ضد صدام عليه اللعنة والعذاب؟ قال له ما عندي مشكلة، بس أنت هذا كلامك تروح توقف بالشارع وتصيح، صيح يا سيد محمد الصدر أعلن الجهاد ضد نظام صدام بأعلى صوتك. قال له مولاي تبليني أنت يعني؟ قال شلون يعني تريد ثورة وجهاد وكذا وباكر تشرد أنت باكر كذا لعله تقتل؟ مو زين شوي راد لها رجال عندهم قلوب صلبة. زين هذا قال الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له ليش ما تطلعون لأخذ حقكم؟ يعني أبو جعفر الدوانيقي، يسمونه أبو جعفر المنصور لعنة الله عليه، أبو جعفر الدوانيقي هو الخليفة، هو القاعد متربع على الكرسي، وأنت قاعد ببيت بسيط. قال له خوش حكي، قال له انصروا المظلومين، قال له مو ما عندنا شيعة. هاي شنو هاي؟ قال له يا ابن رسول الله فقط في خراسان، بس بخراسان، مو بكل إيران هم، بس خراسان، مو العراق، لا خراسان. قال له فقط في خراسان لكم 10,000 شيعيا، 10,000 شيعي. قال 10 أنت واحد من عندهم؟ قال له إيه أنا واحد من عندهم. متأكد؟ أكو فجارية اسمها حنيفة، قال لها تعال يا حنيفة أسجر التنور، شغلين التنور. خلت الحطب، أي حنيفة خلت الحطب وكذا وشغلت التنور. قال له قم واجلس في التنور، قم اقعد بالتنور. سؤال يعني أو طلب يعني شوية، مو شوية، لا هواي صعب، بس هو بحكمة. قال له يا سهل قم واجلس في التنور. قال لا تحرقني بالنار يا ابن رسول الله. ما تقول لي أنا جاي أحرقك بالنار، ايش عندي طلابة وياك؟ قوم اقعد بالتنور. فشلتنا قدام العالم. هسه شو تقول أنا شيعي وعندك 10,000 مثلي؟ قوم اقعد يا معود، والوادم قاعدة فشلتنا قدام العرب. قال له أقلني يا ابن رسول الله. قال له كافي أقلتك أو أقلتك، سكت. دخل واحد اسمه هارون المكي، رجال فقير بسيط من أهل الله، لا هذه ولا مدري شنو ولا فخفخة ولا غير. على كل حال الرواية طبعا في بحار الأنوار وموجودة حتى بعض المصادر. هذا لازم مداسة أجلك الله، لازم مداسة بسبابته هالشكل بإيده يعني
سلم سلام عليكم. قال له وعليك السلام يا هارون. هارون مو هارون المكفوف ذاك من جماعة الإمام الرضا، لا لا لا، هارون المكي. قال له يا هارون اجلس في التنور. هارون باوع له التنور قاب مشتعل. قال له سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. وضعنا عالة أجلكم الله، وحول بالتنور وقعد. هذا ظل يباوع، هذا الإيراني خراساني شنو يقول؟ قاعد بالتنور. قال له ما لك علاقة بي، تعال خلينا نسولف أنا وياك، خل أسألك على أهل خراسان، أسألك على كذا الأوضاع، الحقوق اللي عندك شنو كذا. هسه يسولف وياه الإمام حجي، يسولف وياه الإمام وهو باله مو يم الإمام. قال له أنت بالك مو يمي، قوم قوم، بالك يم التنور. قال له إي والله بالي يم التنور، هذا شعوط صار بي. قال له قوم شوفه، يعني كأنه بعد 5 دقائق 10 دقائق قام هذا سهل يقول أنا اجيت لقيت هارون المكي متربع وقاعد بالتنور هالشكل هذا. قلت له يا هارون عدل ميت؟ قال إن شاء الله عدل. فقال له الإمام يا هارون اخرج من التنور. يقول قام نكت ثيابه. هذا مو فيلم هندي، هذا مو سيناريو إخراج وكذا، رواية عن أهل البيت عن علمائنا نقلت. شوف بقدرة الله تبارك وتعالى. قال له اطلع من التنور. طلع من التنور، طلع هارون من التنور. الإمام باوع السهل هالشكل. قال له يا سهل 10,000 اللي قلت لي إياهم قبل شوية اللي ينصروني اللي هم من شيعتنا أفيهم مثل هذا؟ قال له يا ابن رسول الله ولا أحيد منهم. قال له وانت؟ قال أنا طبعا مو انت خوف، سألتني وطلبت مني أن أجلس في التنور وأنا أشجع واحد فيهم ما قعدت بالتنور. تريد ذيك العرب يقعدون بالتنور؟ ما كويس حكي. ها خوش العلماء. السيد الصدر قدس الله نفسه يقول مو بس قضية الإمام المهدي، حتى قضية خفاء قبر الزهراء، خفاء قبر الزهراء. يقول صار له 1400 سنة مختفي. ليش 1400 سنة؟ اجت أقوام وراحت أقوام، وجت عشاير وراحت عشاير، وجت كذا. مو يقول هاي الأقوام كلها كانت ما مستحقة شنو؟ ما مستحقة علما لمعرفة مكان قبر الزهراء. فلذلك الظاهر احنا ما مستحقين لخروج الإمام الحجة سلام الله عليه. احنا قبر الزهراء ما مستحقين انه نعرفه. وين ما وين زين الإمام المهدي شلون خاف يطلع ولا واحد يظل. إذن شنو نحتاج؟ نحتاج إلى مراجعة أنفسنا. حتى ماذا أحرق دار الإمام الصادق سلام الله عليه، حرقوا الدار، هو بنص الشيعة، حرقوا بيته وبنص المسلمين، ووصلت النار إلى الدهليز. الدهليز شنو يعني؟ الممر اللي قبل لا توصل الاستقبال، يعني بين الحجرات. وصلت النار شنو حج هذا؟ وهو ينادي أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم الخليل. ليش قال أنا ابن إبراهيم الخليل؟ ليش ما قال مثلا أنا ابن إسماعيل، أنا ابن محمد، أنا ابن علي؟ لأنه إبراهيم الخليل وضع في المنجنيق ورمي في النار، رماه النمرود عليه اللعنة والعذاب في النار فلم يحترق إبراهيم. يعني الإمام الصادق سلام الله عليه يريد يقول لهم ترى إحنا هي النار تخاف من عندنا، يعني أنتم جاي تخافوني بالنار حتى نروح للدمعة. ثاني يوم يجون الجماعة الشيعة والمسلمين وهذه يلقون الإمام سلام الله عليه دموعه على وجنتيه يبكي. يقولوا له يا ابن رسول الله ليش تبكي؟ يعني شي ما حد نصرك البارحة لهول الموقف؟ قال لهم لا والله أنا من وصلت النار ودخلت إلى داري أنا شفت بناتي العلويات، بناتي ونسائي، شفتهن يطافرن من مكان إلى مكان مخافة من النار. وتذكرت في هذا الموقف ماذا؟ موقف زينب ونساء الحسين وبنات الحسين في كربلاء. الله أكبر. شوف شلون إخواني دمعة عيونك. وين راح بالك؟ ها زينب شنو قالت لما وصلت الحسين سلام الله تعالى عليه؟ وصلت الحسين قالت الخيام احترقت والنسوان
فرا في البيداء، والأطفال تتصارخ والنساء تتعاول. وزينب وصلت للحسين: يا حسين خويا عد بس عبادتي يا غطيك لو غط بناتي يا ابن امي. اخ بابا يا اخ بلا خيمة تدري مدللاتي عليك من الندى يبست لهاتي يا اخويا يا اخويا. اعوذ بالله من عين لا تبكي على الحسين. اي والله يسألون مولات زينب يقولوا له: يا زينب شلون وصلت للحسين وين؟ تقلهم: طريت الزلم والخيل والنار. انا طريت الزلم والخيل والنامار والنواير، ولا تانيت يسكن عجل غبار ابويا. تقول اخويا جيتك ورد اشوف الصار ما صام ضاير، خويا لقيتك عالرمل ودر الرمل حاور. انا لقيتك على الرمل ودري الرمل حاور، وفزعنا لك يا خويا صغار وكبار. خويا انا شبيد على خويا الضيعان يا ابن امي. عاد وين راحتها؟ وجهت عتابها لأبي الفضل العباس، تقول له: خويا ابو فاضل انا عاتبك لن بيك شيمه، بعيد الدرب واختك يتيمه يا خويا. انا حرمه استدير بقاع هيمه ويا، انا حرمه استدير بقاع هيمه الشمر سبن وركض وجج الخيمه يا اخويا. الله يوفق هذا الشاعر مصطفى خزعلي محمداوي. خويا الشام تشافنا بيوم المشينا، الهضمنا من سبون قبال عينا. خويا الابن زياد ودونا رهينا، وورا يصيح جا عباس وينا. درنا وجوهنا بحرقه وبجينا، المراجل وين من كانت يمينا. خويا عاد وجهت وجهها لأمير المؤمنين، قالت له: يا طارش عجل بمسراك، خذ لي رسالة عتب وياك لابوي الصميد بدير الافلاك يا ابويا. يا لابوي الصميد بدير الافلاك. هاي الابيات: واسألك الدعاء في حق الوالد. اي والله اللي فاقد ابوه يا ناس، والابو له حق علينا. ابويا 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 وشل حيلنا وخلصنا الدموع، ابونا مفارقين صاير اسبوع يا ابويا. ابوي 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 الماكم الا وضيعته، دورته بمكانه وما لقيته. ابويا ابويا ابويا
تظل روح تفور وعيب تبرد، ترى صواب الابو يا ناس وحد. انا مجروح قلب شلون انشويت يا ابو يا سدا بالدموع وعيب تنسد. اي والله ابونا يا ابونا للمقابر عافنا وراح، المضيع ابوه شلون يرتاح. ابويا علينا بعد فرحنا وعيب يلاح، ترى حزن هالدار خضر صار سباح. وكنا بخير لما كان ابونا بخير، هسه الخير راح بموت ابونا بموت ابونا. بويا كاسرنا الوقت كسرة جنح طير، اخذ منا الفلا نقدر بدونه. بويا فوق متونا شلنا للقبور، الجاب العمر نلعب على متونه. خلصت وانتهت عشرتنا وياه، ومحتارين شنقل اللي يجونا. وقفت على باب الأحبة باكيا أشكو لها من قلة الأحباب، فنادى صائحا من خلف جدرانها إنهم سلكوا إلى سبيل التراب. نسألك اللهم ندعوك نتوسل إليك بجلال وجهك الكريم، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، شافي مرضانا، ارحم موتانا، اقضي حوائجنا، اغفر ذنوبنا، كفر عنا خطايانا وسيئاتنا، توفنا مع الأبرار، آمين رب العالمين. أمواتي السامعين الحاضرين المؤسسين الإخوة الداعين، كذلك أبناء وأحفاد المرحوم رحمة الله تعالى عليه، بخصوص الأخ العزيز الداعي لنا الأخ مرتضى، أيضا أرواح العلماء والشهداء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأبي الفضل العباس، وإلى روح مولاتنا وأمنا الزهراء فاطمة، يهدى للجميع الفاتحة.